السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، منورين فيديو جديد. بالنسبة لأخويا أحمد محمد السع... سعيد. مين؟ أحمد محمد سعيد. تمام. كان سألني في كومنت في الفيديو اللي فات. قال لي ضياء، أنا في دبي وعايز أسافر البرتغال بس خايف من الخطوة دي، حد ينصب عليا أو أحتاس عشان أعمل الورق، وخصوصا إن اللغة البرتغالية صعبة عليا، بس كويس في الإنجليش، أعرف أمشي نفسي. ممكن نصيحة؟ أه والله يا أستاذ أحمد، هي اللغة البرتغالية صعبة فعلا. تمام. ولكن مع الوقت هتتعلمها، يعني كلنا والله مرينا بفكرة أنا عارف الأفعال بتاعت اللغة البرتغالية صعبة أنا عايز أوريكم حاجة بمناسبة اللغة البرتغالية، يعني للأستاذ أحمد. بص أنا عامل إيه، يعني وما زلت بتعلم برضو اللغة زي أي حد. هي صعبة، اللغة البرتغالية صعبة جدا يعني، ولكن هي عشان بس فكرة الفوجلز. الفوجل بتكون الأمور شوية صعبة، إن أنت مش عارف يعني ال با بي بو بو با با بو باو، كل ده بيكون صعب. إن أنت لو بتعرف إنجليزي هتكون أصعب، هي دي المشكلة. بمعنى، انا بكلمك بس في نقطة نقطة من انت بتتكلم فيها، وهجيلك لنقطة حد ينصب عليك او هتعمل ايه يعني. فكرة اللغة البرتغالية هي بس فيها مشكلة في حاجة، ان انت لو بتعرف انجليزي هتبقى اصعب من انك ما بتعرفش انجليزي، لان اللغة البرتغالية مش شقلبة مع الانجليزي. يعني تيجي مثلا تقول الحرف الاي بالانجليزي بتقول اي، اللي هو الاي في البرتغالي ايه، اللي هو الاي. الاي في البرتغالي اي. فهتلاقي الدنيا عندك شوية سايحة في بعضيها. هتلاقي مثلا حد قدامك، يعني انا في البداية ما كنت جاي، تيجي تشوف مثلا حد يتكلم برتغالي فتحس ان هو مش فاهم، اتاري انت ليه مش فاهم. فاهم قصدي؟ يعني مثلا يجي يقرا مثلا فيقول لك ايه مثلا، يقول لك بدل ما تقول راتو مثلا، محطة راتو مثلا، بدل ما تقول راتو، احنا بنقول في الانجليزي راتو، الر حرف الار بتنطقه، هما ما بينطقوهوش. في نوعين، في يقول لك خدته، وفي يقول لك هاتو. تمام. فتحس ان الموضوع يعني هو بتنقسم شوية من مكان منطقة لمنطقة. في البرتغال في ناس بتنطق الر خ، وفي ناس بتنطق الر الار يعني ه. فهتلاقي الموضوع شوية معقد. لو بتعرف انجليزي هتلاقي الدنيا شوية صعبة عليك بالنسبة للموضوع البرتغالي. ولكن حاليا يا جماعة، لكل الناس مش للأستاذ أحمد بس، في حاليا مدارس فاتحة. ادخل على الإنترنت تكتب مدارس تعليم برتغالي، هتلاقي مدارس كتير جدا بتستقبل ناس حاليا تعليم برتغالي. تمام. وما تتعقدش او تتعب نفسيا ان انت اللغة صعبة، هي فعلا صعبة، ولكن مع الاستمرارية بتلاقي نفسك غصب عنك بتتكلمها، لان يوميا الصبح بتلاقي الناس كلها بتكلمك برتغالي، فلازم ترد عليهم برتغالي، فلازم تعرف الكلمة دي معناها ايه. لازم لما تيجي تشتري حاجة مثلا هتلاقي نفسك ضروري تحفظ اسم المنتج اللي انت عايز تشتريه عشان تاكله او عشان تشربه. لازم تحفظ اسم المنتج عشان تعرف تجيبه. هتجيبه ازاي؟ الانجليزي في حاجة مهمة يعني، دي مش كتير قال عليها. فكرة الإنجليزي، هو الإنجليزي مهم في البرتغال، يعني الإنجليزي مهم، ولكن البرتغالي أساسي. لازم تعرف برتغالي مع الوقت. مش هقولك أول ما تيجي تتعلم برتغالي، لازم مع الوقت هتتعلم برتغالي. ولكن الإنجليزي وصل بينا المرحلة هنا إن أنت لما حد بيتكلم معاك إنجليزي بتحمد ربنا. يعني بمعنى أصح، والله العظيم زي ما بقول لكم، أنا ما بكدب عليكم في حاجة. في الفيديوهات ما بكدبش عليكم في حاجة والله. آه كل الحاجات اللي بعملها، في ناس تقعد تقول لي داري وما تقولش، وانت بتعمل كذا بتحطه في فيديوهات وداري ومش عارف ايه. انا سايب الموضوع لربنا يعني، وزي ما انا بحب لكم الخير الناس بتحب لي الخير في القناة ويكفيني والله العظيم. يكفيني ان انا كذا مره ابقى ماشي في الشارع الاقي حد من القناه من عندي ياخدني بالحضن، يقول لي انت سبب في ان انا اكون موجود هنا، انت سبب في ان انا في مدرسه، انت سبب في اني في كذا، انت سبب في اني عملت ورق كذا. الحمد لله، دي نعمه من ربنا يعني. آه
فالحمد لله انا ما بظنش الظن السيء بتاع اللي هو الحسد. ومش الحسد، الحسد مذكور في القرآن، ولكن انا يعني مش عشان مثلا هتحسد او حاجة او بتاع. انا مش عامل يعني مش رئيس هولندا انا يعني. فانا طبيعي زي اي حد الحمد لله، ولكن التجربة اللي بمر بيها بقول للناس يمكن ربنا يكرمهم يعني، عشان ما اخرجش بره الموضوع. الله يوفق الجميع يعني. حضرتك يا أستاذ أحمد بتقول لي أنا خايف أجي من دبي حد ينصب عليا أو أحتاسها عشان الورق والكلام ده. تمام. هو فكرة الورق أو حد ينصب عليك أو تحتاس، يعني أنا عايز أقولك على حاجة. لو أنت أمورك مستقرة في دبي خليك في دبي. أنا عارف أن قبل كده قلت إن مفيش مستقبل في الدول العربية، مع احترامي ليهم. مفيش مستقبل عندهم، يعني ان انت هتفضل عايش عندهم طول عمرك بإقامة، طول عمرك بتصرف على نفسك عشان تقدر تكمل حياتك. يعني في التعليم، سواء في التعليم سواء ليك او لعيالك بتصرف على نفسك. لو ما معكش مش هتعرف تعيش. بتاكل بفلوسك برضو، كل حاجة بتعملها بفلوسك. على قد ما انت صحتك كويسة وشغال، على قد ما هيجيلك تعبت في يوم هي الله يتولاك. يعني هي دي مشكلة الدول العربية، ان ما بتديكش اي صلاحيات كمواطن يعني او حاجة. فهي اوروبا احسن في كده، حتى لو الفلوس فيها اقل شوية، ولكن كصلاحيات مواطن بتديك صلاحيات المواطن كلها لحد ما تستلم الجنسية بتاعتك مواطن زيك زي اي مواطن. الرواتب في حد ادنى للاجور، في رواتب ثابتة عليك على المواطن. كل الناس سواسية يعني، كله زي بعضه. انا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده. بس لو انت امورك مستقرة ومظبط وضعك وامورك تمام، خليك عندك. برضو مهما كان العرب بيكونوا انا عامة بحب الامارات يعني، لان انا عشت فيها فترة. فناس كويسة والتعامل معاهم كويس وناس محترمة وبتاع. فانت الفكرة كلها لو انت مستقر خليك مستقر هناك. لو مش مستقر وحابب تغير امورك، فلازم. كل حاجة في حياتنا فيها مغامرة، يعني لازم تغامر. فكرة ان انت حد ينصب عليك او كده، انت ما شاء الله بتقول انت عايز تغير يعني. مش عارف انت معاك اسرة ولا لأ. هنا انا في دبي وعايز اسافر، بس خايف من الخطوة. انت ما اعرفش انت عندك اسرة ولا ما عندكش، ولكن سواء عندك او ما عندكش انت عندك مغامرة. تمام. كل رحلة في حياتنا مغامرة. أنا مش عارف أنت أكبر مني ولا أصغر مني، ولكن أنا بديك النصيحة اللي أنا بمر في حياتي بيها يعني. آه، فإن حد ينصب عليك، أنت عقلك شغال في النقطة دي. كلنا عقلنا شغال في النقطة دي، إن حد ينصب علينا أو لأ. أنت بتبقى عارف الصح من الغلط. يعني مش طبيعي إن هتبقى رايح بلد مثلا مش هتسأل أنت تعمل الورق إزاي أو الحاجات إزاي. انا شخصيا انا بعرف اعمل كل الورق على فكره والله. يعني انا بعرف اعمل الاوراق، وبدخل على السيستم وافتح الملفات واعمل الورق وبتاع. بس انا ما بحبش اتدخل في الامور دي، لان الامور دي بيبقى فيها فلوس، وانا ما بحبش حد يقول ده خد ده ما خدش ده عمل ده ما عملش. انا ما بحبش اتدخل في الامور دي. انا والله اقدر اعمل الخدمه دي للناس عندي على القناه، ولكن مشكلتي ان انا ما بحبش ادخل في الحاجات اللي فيها امور ماديه. يعني انا الحمد لله انا ظروفي مش احسن حاجه، و والدنيا معايا مش احسن حاجه في الفلوس، ولكن الحمد لله. ولكن ما بحبش ادخل في النقطه دي ولا هتغنيني ولا هتعملني، ولكن هي في الاخر هتخليك شكلك وحش. يعني في الاخر هو ده المشكله في النقطه دي بالنسبه لي. يعني في الاخر مهما تعمل مش هيعجب، ومهما تقدم الناس برضو لازم حد 1%، 2%، 10% يطلعوا عليك ان انت بتاخد فلوس وبتعمل وبتاع. فانا ببعد عن النقطه دي. واهلي من وانا صغير معلميني ان انت ايه، آه، تبعد عن الشر وغني له يعني. وهي دي نقطة الشر أنا بعتبرها، مع احترامي لأن في ناس بتعمل الأوراق والحاجات دي. طيب، عشان تقدر تعمل الأوراق بتاعتك والحاجة، آه، في ناس كتير في اليوتيوب بيتكلموا على إنهم بيعملوا الورق والحاجات دي وبيخلصوا الأوراق والحاجات دي. أنت حاول تعمل مقارنة، حاول تشوف مين أنسب حد تقدر تخليه يعمل لك الأوراق، وتعمل مقارنة يعني. تمام. وتشوف مين أرخص سعر، وتقدر بعد ما تعرف منه ارخص سعر ترجع لي هنا في القناة مثلا وتكتب لي كومنت حد قال لك هيعمل لك الورق بكذا مثلا بسعر كذا بتاع. ولكن حاليا مفيش قوانين، عشان تبقى عارف مفيش قوانين بتعدل الوضع. دلوقتي بقى في الحاجة الوحيدة اللي موجودة الفيزا البحث عن عمل والتكوين المهني. تمام. عشان محدش يضحك عليك، هو الحاجتين دول اللي بيعدلوا الوضع.
يعني ما عادش الموضوع زي الأول إن أنت تيجي سياحة وتعدل الوضع بتاعك، اللي يقول لك كده يبقى بيكدب عليك. هو حاليا مفيش تعديل وضع غير بالطريقتين اللي أنا قلت لك عليهم دول، تمام؟ يتقدم في مدرسة، يتقدم تكوين مهني، يتقدم فيزا بحث عن عمل، تمام؟ غير كده يبقى اشتغال. اللي هيقعد يقول لك لجوء وملجوء ومش عارف ايه بتاع، ما عندكش مبرر يخليك تقدم لجوء، لان بلدنا الحمد لله كويسه يعني، ما عندناش حاجه. فده بالنسبه لان حد ينصب عليك او كده، اعرف السعر كام اللي هيعمل لك الاوراق او الحاجه، واكتب لي هنا في القناه مثلا او حاجه. انا مش مستفاد حاجه والله من الموضوع، ولا عايز منك فلوس، ولا عايز منك فلوس، ولا عايز من حد فلوس، الحمد لله. الحمد لله، رضا من ربنا يعني. فاكتب لي وانا هقول لك السعر ده كويس ولا مش كويس، تمام؟ آم، هو في ناس هتلاقيها بتضرب ارقام غريبه جدا. يعني انا سمعت مؤخرا ان في واحد عامل ورق لحد صديقي، يعني عامل، هو مش صديقي، هو قابلته بالصدفه فحكى لي، قال لي ده انا واحد عمل لي ورق وبتاع بتاع 3000 يورو. فسمعت حاجات كده غريبه، 3000 و2000 و4000، ايه يا جدعان؟ ده ورق، ده ورق بنعمله واحنا قاعدين. آه، فكمان انا عايز اعمل فيديو ان شاء الله اليومين الجايين. هعمل لكم فيديو ازاي تدخل على السيستم بتاع الحكومة. انا هقطع على بتوع القنوات، وهقطع على بتوع المكاتب اللي بيعملوا الورق والحاجة، وهعرفك ازاي، هعرف الناس ازاي يعملوا، يدخلوا على الموقع بتاع السيجورانسا نفسه بتاع الحكومة، ازاي تعمل لنفسك الاكتيفيدات، تفتح اكتيفيدات، تقفل اكتيفيدات، تعمل الاستخلاصات بتاعه الاي ار اس بتاعه الاكتيفيتات، ازاي تعمل النيف والنيس وتاخد ازاي تحجز موعد اصلا في الاي ام تي، ازاي تحجز موعد على السيجورانسا، الاسعار بتاعه الحاجات الرسميه كام، 5 يورو، 10 يورو، 20 يورو، حاجات كده، اللي هي الاسعار الرسميه ان انت بتدفعها. عايز اعمل حاجه كده يعني، ما حدش عمل الموضوع ده، ولكن عايز انا ابدا بنفسي اعمله، عشان الناس ما حدش يضطر يروح لحد فيضحك عليه وياخد منه فلوس وبتاع وكلام فاضي. وهو ممكن يدخل هو على الكمبيوتر عنده في البيت، يدفع بس رسوم بسيطه اللي هي بتاعه الدوله، ويدخل يعمل حاجته من على الكمبيوتر وهو ايه، قاعد مكانه يعني، تمام؟ اللغة البرتغالية زي ما قلنا ان انت هتاخد كورس عادي خالص لما تاخد اقامتك ان شاء الله، او من غير الاقامة، في مدارس بتعلم البرتغالي واحدة واحدة من A1 لحد ما ربك يكرم A2، وربك يكرمك يعني، تمام؟ وحاليا يا جماعة في مدارس فاتحة بتقبل الاوراق، تمام؟ ايه تاني؟ عايز اسافر البرتغال بس خايف الخطوة دي تنصب عليا واحتاج عشان نعمل الورق. زي ما قلت لك، فكرة الورق انا ما اقدرش ارشح لك حد، لان بصراحة ما اضمنش حد. آه، انا في حد صاحبي بيعمل ورق والله، شغال في الحوار ده، وحد محترم جدا، هو اللي كان بيعمل لي الورق اول ما انا جيت، ما كنتش عارف حاجه برضو، ولكن لما اتنصب عليا شويه الاول وبعد كده يعني هو وانا خلاص بصفر فلوس، فهو اللي عمل لي بقيه الاوراق بتاعتي، الله يبارك له. حد محترم جدا وبتاع، هو دكتور على فكره. ف حد محترم يعني، وبيعمل حاجات الاوراق بتاعتي. فهي الفكره كلها ان انا برضو مش عايز ابقى وسيط، عشان ما يحصلش مشاكل او يحصل خلافات في حاجه بتاع. هو شخصيه محترمه جدا، ولكن ما يحصلش مشاكل او يحصل خلافات ويحصل انا عايز وهو خد وهو عمل وما عمليش مش عايز ادخل برضو في النقطه دي. فانت دور وربك يكرمك وايه، والاسعار اللي يتقالك عليها اكتبها لي في الكومنتات، وانا تحت امرك اقول لك اذا كانت طبيعيه ولا اسعار بتاعت واحد عايز ينصب عليك يعني. تمام؟ آه، الانجليزي هينفعك. انت بتقول هنا انت بتعرف انجليزي كويس، فهو الانجليزي هينفعك، ولكن احنا وصلنا لمرحلة هنا والله العظيم، مش بعقدك، احنا وصلنا لمرحلة لما التليفون بيتصل بيك وتتكلم انجليزي، لما حد بيتصل بيا والله واتكلم معاه، بحمد ربنا اول ما يتكلم معاه انجليزي. ويمكن ناس كتير جدا عايشين هنا في البرتغال عارفين الموضوع ده. الانجليزي لما بتروح مكان عشان تخلص ورقة او تخلص حاجة، وحد يتكلم معاك انجليزي جوه المكان، انجليش، انت بتحس ان ترد لك الروح، اللي هو كلمك عربي، فاهم؟ العربي ده انساه، مش هتلاقيه اصلا هنا خالص، مش هتلاقي العربي غير ما تلاقي واحد عربي تقابله في الشارع بتاع حد عربي يعني. لكن الانجليزي لما تلاقي حد بيكلمك انجليزي، بيكلمك انجليزي مدشمل، مش مدغدغ، ده مدشدش، انت هتحس ان ترد لك الروح يعني، اللي هو الحمد لله في ناس بتتكلم عربي اللي هو الانجليزي هنا العربي. فهو مش هينفعك قوي، ولكن الى حد ما هتمشي امورك بيه لحد ما ربنا يكرمك. مش ما اللي يضحك عليك يقول لك مش هينفعك، لا هينفعك، لان كلنا جينا وبدانا كده، كلنا جينا وبدانا واتعلمنا وبتاع، وربنا يكرم وما زلنا بنتعلم، تمام؟ ده بالنسبه للاستاذ احمد. واي حد محتاج حاجه اكتب لي في الكومنتات، واستاذنكم شيروا الفيديو واعملوا اشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس وشغلوا الحركات الحلوه دي. سلام عليكم.